في واحدة بتقول: يا بنات قولولي أنا عملت حاجة غلط، أنا واخدة خطيبي عن حب. المهم من أسبوع قلت له عايزين نخرج أنا وأنت، وهو وافق وقال لي ماشي، واتفقنا هنخرج فين وكله تمام. يوم الأربع رنيت عليه وقلت له يلا ننزل. قال لي يلا البسي وجهزي نفسك. لبست والله أحلى لبس عندي وحطيت ميك اب. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. وبعدين رنيت عليه وقلت له يلا أنا جاهزة تعالى. هو قال لي أنا في المستشفى، عمتي وقعت من على السلم وأنا معاها. أنا قلت ماشي وقفلت معاه ورحت رنيت على أخته علشان أطمن. قالت لي لا عمتي مش وقعت، ده بيكذب عليكي، الله أعلم راح فين. وبعدين عرفت إنه كان خارج مع صحابه ورجع البيت نام وما كلمنيش غير تاني يوم. اتكلمنا طبيعي من غير أي مشاكل أو خناق. بس أنا من قهرتي امبارح رنيت عليه وقلت له تعالى نخرج والحساب وكل حاجة عليا، هدية مني ليك يا حبيبي. خليته يجهز نفسه ويلبس ورن عليا وقال لي أنا هو قربت أوصل عندك. أنا قلت له مش هينفع نخرج، أصل خالتي تعبت ووقعت وأنا معاها في المستشفى، وأنا كنت لابسة ومجهزة نفسي وخرجت أحلى خروجة في حياتي مع أختي. هو عارف كده واتجنن ومن امبارح ما بيكلمنيش.